يا أهلا بيكو. لو حد فينا فكر قبل كده إزاي يعني تشات جي بي تي أو أي موديل ذكاء اصطناعي بيرد علينا ردود كويسة ومفيدة ومحترمة ومش بيقول أي كلام وخلاص، إيه الحكاية؟ السر كله في 3 حروف RLHF. النهاردة هنفك شفرة ال3 حروف دول، وهنعرف إزاي التقنية دي بالذات حولت الذكاء الاصطناعي من مجرد آلة ذكية لمساعد شخصي لينا. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. طيب خلينا نفكر فيها بمنطق بسيط. الموديلات دي متدربة على الإنترنت كله، يعني بكل ما فيه من كنوز علمية وثقافية ومن كوارث وأفكار غريبة كمان. فالسؤال المهم هو إزاي الموديل ده ما طلعش فوضوي؟ ليه مش بيشتم أو بيقول معلومات خطيرة أو حتى بيخترع أي كلام؟ الإجابة ببساطة هي إن ده مش صدفة أبداً، ده شغل وهندسة وتصميم مقصود. ومن هنا بقى بيجي دور البطل بتاع حكايتنا ال RLHF. دي اختصار لجملة طويلة شوية اسمها Reinforcement Learning from Human Feedback. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التعلم المعزز بالاعتماد على التقييم البشري. بالبلدي كده دي التقنية اللي بتروض الوحش المعلوماتي الضخم ده وبتحوله لأداة مفيدة وآمنة نقدر كلنا نستخدمها وإحنا مطمنين. تمام. عشان نفهم بقى ال RLHF ده جامد ليه، لازم الأول نرجع خطوة لورا ونعرف هو حل مشكلة إيه بالظبط، إيه اللي كان بيحصل قبل ما نستخدمه. تخيل معايا كده، الموديل أول ما بيتولد بعد مرحلة التدريب الأولية بيبقى عامل زي طفل عبقري بس مترباش. هو ذكي جدا لغويا وبيقدر يكون جمل سليمة، لكنه مش متوافق معانا. يعني ممكن تلاقيه عدواني، ممكن يديلك نصيحة طبية خطيرة بمنتهى الثقة، وممكن يخترع لك حكايات من الهوا وهو واثق من نفسه جدا. باختصار هو ذكي بس مش aligned. وهنا بنوصل لأهم مصطلح في القصة كلها، الألاينمنت أو الموائمة. الألاينمنت ده ببساطة كده هو عملية تربية الموديل. إزاي نعلمه قيمنا وتوقعاتنا كبشر، إزاي نخليه يتصرف بطريقة كويسة ومفيدة وآمنة زي ما إحنا عايزينه بالظبط. ودي نقطة مهمة جدا لازم نفهمها. الألاينمنت مش معناه إن الإجابة تكون صح علميا وبس، لا، ده معناه إزاي الإجابة بتتقال، الأسلوب نفسه. هل هو محترم؟ هل هو آمن؟ هل هو فعلا بيساعد ولا بيرمي كلامه خلاص؟ يعني المهم مش بس الوات، المهم كمان الهاو. تمام قوي، كده فهمنا المشكلة. نيجي بقى للحل، ال RLHF. بس استنوا، ال RLHF ده مش زرار بنضغط عليه وخلاص، لا، دي عملية كاملة، زي وصفة طبخة ليها 3 خطوات أساسية. العملية دي متقسمة ل3 مراحل واضحة. المرحلة الأولى هي مرحلة الأساس أو التقليد اللي بنسميها SFT. المرحلة التانية هي قلب الموضوع كله، مرحلة التقييم، وهي تدريب نموذج المكافأة أو الريورد موديل. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التحسين المستمر، وهي Reinforcement Learning. يلا بينا نفصصهم واحدة واحدة. أول خطوة ال Supervised Fine Tuning أو ال SFT. الموضوع هنا بسيط جدا، فكر فيها كأننا بنجيب للموديل مدرسين خصوصيين شاطرين، بنجيب ناس خبراء بشر يكتبوا له أسئلة وإجابات نموذجية، والموديل شغلته إنه يبص عليهم ويقلدهم، يتعلم منهم إيه شكل الإجابة الكويسة. النتيجة، موديل بقى يعرف يرد ردود يعني مقبولة، مش عبقرية بس على الأقل بقت في السكة الصح. نيجي بقى لقلب الموضوع كله وأهم خطوة، المرحلة التانية، تدريب الريورد موديل. اللي بيحصل هنا إيه بقى؟ بنخلي الموديل بتاعنا اللي عملنا له SFT يجاوب على نفس السؤال بكذا طريقة مختلفة، وبعدين نجيب ناس تانيين بشر برضو ونقول لهم لو سمحتوا رتبوا لنا الإجابات دي من الأحسن للأسوأ حسب رأيكم. البيانات دي بقى اللي هي تفضيلات الناس بنستخدمها عشان ندرب موديل جديد خالص. موديل وظيفته في الحياة إنه يبقى الناقد الفني، إنه يتعلم ذوق البشر عشان يعرف يفرق بين الإجابة الحلوة والإجابة الوحشة. الجملة دي بقى لو حد بيعمل انترفيو في المجال ده يحفظها صم. A reward model learns human preferences. الريورد موديل بيتعلم تفضيلات البشر. الموديل ده هو اللي بيبقى عامل زي الضمير بتاع ال LLM، هو اللي بيقول له الإجابة دي كويسة الناس هتحبها، أو لأ الإجابة دي وحشة بلاش منها. طيب دلوقتي معانا موديل بيعرف يقلد ومعانا موديل تاني بيعرف يقيم، نعمل إيه؟ نخليهم يشتغلوا مع بعض. الموديل الأصلي ال LLM بيقترح إجابة، والناقد بتاعنا ال Reward Model يبص عليها ويديله درجة. لو الدرجة حلوة ال LLM ياخد مكافأة، لو الدرجة وحشة بيتعاقب. العملية دي بتفضل شغالة في حلقة ثواب وعقاب لحد ما ال LLM يتعلم من نفسه إزاي يطلع الإجابات اللي بتاخد أعلى درجات.
والPPO ده هو ببساطة الألجوريثم الذكي اللي بينظم عملية الثواب والعقاب دي عشان تبقى فعالة وسريعة. حلو قوي الكلام ده، بس في غلطة شائعة جدا وفكرة مغلوطة لازم نوضحها عشان الصورة تكتمل. ال RLHF بيعمل إيه ومش بيعمل إيه؟ تخيل إن الموديل ده عبارة عن مكتبة ضخمة جدا. ال RLHF مش بيحط كتب جديدة في المكتبة دي، لأ، هو بيعلم أمين المكتبة إزاي يتكلم عن الكتب اللي موجودة أصلاً بطريقة كويسة ومفيدة ومحترمة. يعني تاني، RLHF بيغير السلوك مش بيزود المعرفة، بيحسن الأداء مش المعلومات. طبعاً زي أي تكنولوجيا الموضوع مش وردي 100%، في تحديات. ساعات الموديل بيبقى مؤدب زيادة عن اللزوم لدرجة إنه بيبقى خايف يجاوب على أي حاجة حتى لو عادية جدا، وساعات بيبقى أذكى من اللازم، يتعلم إزاي يكتب إجابات شكلها حلو من بره عشان ياخد درجة عالية، بس هي في الحقيقة فاضية وما فيهاش أي معلومة مفيدة. وأكيد طبعاً التكلفة، العملية دي بتعتمد على البشر بشكل كبير، وده بيخليها غالية جدا. طيب يلا نلم الليلة دي كلها في كام نقطة سريعة كده، الزبدة يعني. مجموعة أدوات تخلينا فاهمين الصورة الكبيرة. الجدول ده مهم قوي عشان نعرف نحط كل حاجة في مكانها الصح. البرومبتنج ده ازاي بنكلم الموديل عشان ناخد منه إجابة دلوقتي حالا. الفاين تيونينج ده لما نكون عايزين نخلي الموديل خبير في حتة معينة زي الطب أو القانون. أما ال RLHF ده بقى بتاع التربية والسلوك العام للموديل، بتاع الألاينمنت. ودي بقى الخلاصة اللي تتبروز. ال RLHF بيظبط السلوك مش بيزود المعرفة. ال Reward Models بتتعلم تفضيلات البشر. ال PPO هي الخوارزمية اللي بتدير عملية التحسين. والجملة الأخيرة دي هي الأهم من وجهة نظر البيزنس. موديل من غير RLHF هو مجرد تجربة علمية ممكن تكون خطيرة، لكن موديل معموله RLHF ده بقى منتج حقيقي نقدر ننزله السوق ونثق فيه. طيب بعد ما فهمنا الأساس ده، الطريق يودي على فين؟ في بقى عوالم تانية بتتفتح زي ال LLM agents، وإزاي ندي للموديل ذاكرة عشان يفتكر كلامنا، والنماذج اللي بتفهم صور وصوت مع الكلام. كل ده بيرجع لنفس النقطة، إزاي نخلي الآلة مش بس ذكية، لأ، حكيمة كمان. بس ده بيسيب سؤال مهم في الآخر: هل تفضيلاتنا إحنا كبشر اللي بنعلمها للذكاء الاصطناعي هي دايماً الاختيار الصح؟ ده سؤال كبير ومفتوح لازم كلنا نفكر فيه. أشوفكم في الشرح اللي جاي.